استوديو 41 A1 منتجع السلة خليج مكادي. ده أول علوي. الاستوديو ده مساحته 60 متر، يسع معاك لحد 4 أفراد. ده كده المطبخ مجهز بالكامل، تلاجة، غسالة، بوتاجاز، مايكروويف، غلاي. الركنة دي بتتفتح سرير تاخد فردين، وركنة كبيرة. السريرين دول كل سرير 120، لو مع بعض ياخد 3 أفراد. شاشة، مكان مجهز بالكامل. ده الحمام، في كابينة شاور. الشاليه ده يبعد 200 متر عن البحر، يعني 5 دقايق مشي. بول فيو. تراس كبير، في شواية. ده الفيو بتاعه روعة. ده بالنسبة للبحر. ده شاطئ منتجع ستيلا خليج مكادي. الشاطئ دوت مخصص لفندق ستيلا بيتش وستيلا جاردنز والشاليهات. منطقة الشاليهات دي بين الفندقين، بين ستيلا بيتش وستيلا جاردنز. استخدم نفس الشاطئ ده. شاطئ راقي، من أكبر شواطئ الغردقة، كيلو على خليج مكادي. أحلى مية وأحلى شاطئ. المكان عند الشاطئ هنا عند الشماسي مش عميق، مناسب للأطفال. المية عمقها 60-70 سنتي، يعني مناسب للأطفال الصغيرين. لكن المية العميقة بندخلها من المارينا زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا المكان ياخد معاك لحد 4 أفراد من غير ما تتقيد، يعني بسن الأولاد، يعني ممكن 12 13 14، مفيش مشكلة. وكمان ممكن تزود الأكل مع الفندق أو تجهز في الشاليه. في أماكن قريبة تشتري منها احتياجاتك. كمان في بازارات وفي ماركتس داخل القرية، وفي جنب القرية بيست واي تشتري منه طلباتك، أو تاكل مع جست الفندق وبتحاسب في القرية. دي المارينا اللي بندخل منها على المكان العميق شوية. في مكانين للنزول فيها. أول مكان مكان فيه طول، يعني تعرف تقف على الأرض، مكان رملي جميل هنشوف دلوقتي. أهو المكان ده، الناس دي واقفة على رجليها كده على أرض رملة. في طول مناسب، يعني مثلا بداية معاك من 10 سنين. اهو ده السلم، تنزل من هنا. الشاطئ رائع، مية معدنية. آخر المارينا ده بقى، ده ريف شعاب مرجانية، 600 متر، حاجة خيال. جيب الماسك بتاعك وتتفرج بقى على حاجات فظيعة. ده الدايفنج، في مركز دايفنج تقدر تعمل دايفنج معاهم. المارينا دي تجيلها ناس
من القرى المجاورة عشان تتفرج على الحاجات دي، وطبعا ليها رسوم. لو انت من قرية تانية بتدفع 5 يورو، لكن احنا فري. الشاليه 5 دقايق مشي من الشاطئ دوت. شايفين يا جماعة؟ شايفين المية عاملة ازاي؟ حاجة روعة.